كذاب انت كذاب. كدابين اتمكنوا كتروا يا كذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك من فضلك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان توصلك كل الإشعارات لكل الفيديوهات اللي بننزلها أول بأول. ومن فضل حضرتك فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناة. على بركة الله نبدأ الفيديو. معانا النهاردة في الفيديو تسريح لأحمد حسام ميدو، وزي ما حضراتكم هتسمعوا معايا الموضوع ده فيه حاجة فيه لأن أحمد حسام ميدو ما بيهاجمش أي حد غير بأوامر، وهو اللي اعترف على نفسه قبل كده لما قال إن حسين لبيب كان مسلطه على اللعيبة. يلا مع بعض نسمع أحمد حسام ميدو هاجم أبو رضا وقال إيه، ويا ريت حضرتك لو ليك أي تعليق وأعرف رأيك يا ريت تسيب لي رأيك وتعليقك في قلب التعليقات وهرد عليه. عندنا مشكلة كبيرة جدا يا عباس في مصر. إن أي مسؤول يقدر إن هو ينجو من يقدر إن هو ينجو من أخطائه بكل سهولة وبكل بساطة ودون أي رقابة، وعندهم قدرة على التلون والعودة مرة أخرى بأشكال مختلفة. قدرة لم أراها في أي أشخاص في العالم كله. فلازم المصريين ياخدوا بالهم، ولازم اللي اشتغل صح يتكافئ، وده طبعا مش موجود. ولكن لازم الناس اللي سببت في انهيار الكرة أو تسببت في انهيار الكرة المصرية لازم يطلعوا على المسرح، ولازم الناس تشوفهم، ولازم نشاور على أخطائهم ونقول لهم انتوا ما اشتغلتوش لصالح مصر، انتوا اشتغلتوا لصالح مصالحكم الشخصيه بس. انتوا قلبتوا الاتحاد الكره المصري اتحاد مبني فيه التوظيف والتعيين على المجاملات وفي نفس الوقت تصفيه الحسابات، واقتصرتوا الوظائف داخل اتحاد الكره وخدمه مصر على صبيانكم واتباعكم. الكلام ده انا بقوله بقالي سنين، ولكن النهارده الحمد لله ربنا اظهر الحق. منتخب المغرب ان هو يوصل للسيمي فاينل ويبقى عنده قدره، والناس بتقول ان هو ان شاء الله يقدر ان هو يكسب فرنسا ويوصل للفاينل. انا قلت قبل كده ان ده ما جاش من فراغ، ده جه من خلال التخطيط، جه من خلال رجل مسؤول عنده نفس الصلاحيات عند بعض المسؤولين المصريين. ده حقيقي. ولكن للاسف هو اشتغل لمصلحه بلده، خدم نفسه لكن خدم بلده قبل نفسه. ولكن الناس اللي عندنا للاسف كان كل اللي يهمهم هو خدمه اصدقائهم وخدمه اهل الثقه بغض النظر عن الكفاءه. ومصر دفعت ثمن السياسات الخاطئه من قبل المسؤولين المصريين لدى الاتحاد الافريقي ولدى الاتحاد الدولي. كابتن احمد، يعني ما هو الحل؟ انت حضرتك يعني قلت الكلام ده قبل كده، وكنت من اول الناس اللي اتكلموا بالشكل ده، وانا اعرفك بصفه شخصيه انك انت دايما مجرد من اي يعني مصلحه خاصه دايما بتقول رايك، لانك راجل ليك تجارب كبيره جدا سواء كمحترف او مدرب او في الميديا كاعلامي برضو كبير، بتقدم برنامج مهم جدا. ايه اللي ممكن يتعمل؟ الحل هو ان يبقى فيه مدير فني، تكنيكال دايركتور لاتحاد الكوره، يكون رجل عنده خبرات في انشاء وتطوير المشاريع لدول مماثله زي مصر، زي ما حصل في المغرب ان هم راحوا جابوا راجل اسمه اوشيان روبرتس. الراجل ده هو اللي عمل الثوره في ويلز وجابوه تكنيكال دايركتور. وعلى فكره باكد مره ثانيه، انا مش رينار بس اللي كان معروض على الاتحاد المصري بحكم ان انا كنت بساعد اصدقائي اللي موجودين داخل الاتحاد، وده ولكن راجل حتى قومي على اوشيان فكره. روبرتس صحيح. طبعا. لكن حتى اوشيان روبرتس كان معروض على الاتحاد المصري والاتحاد المصري رفضه بحجه ان لا مساس بالدكتور محمود سعد، لان الدكتور محمود سعد
لا مساس بايه ولا مساس بمنصبه، رغم ان احنا ما كناش عايزين حد يجي يشتغل مع الدكتور محمود سعد، بالعكس ده احنا كنا عايزين الناس تيجي تشتغل بمساعده الدكتور محمود سعد، تقدر ان هي تنفذ مشروع وتخطط للكره المصريه. يعني اتحاد الكره اللي موجود دلوقتي ما بقالوش الا يمكن سنه عمل حاجات كويسه جدا في التعيينات. عين مدير فني اجنبي او مدير فني للمنتخب الاول بجهازه، مدير فني محترم ومدير فني مميز جدا. ولكن على مستوى التخطيط لسه لغايه دلوقتي ما اشتغلوش على الارض ولا في المكتب، لا في المكتب، لا تخطيط على الورق ولا على الارض. واحنا عارفين كويس جدا ان هم كان عندهم في الاولويات، خلينا نقول الاولويات دي كانت الاهتمام بالمنتخب الاول، ولكن حان وقت التخطيط وحان وقت ان يبقى في مشروع فعلي للكره المصريه، واحنا منتظرينهم. هيعملوا ايه؟ هيتحركوا ازاي؟ ولا مش هيتحركوا؟ في مشكله عندك كبيره جدا يا عباس في مصر وفي كل العالم، ان الاتحادات المحليه والاتحادات الوطنيه ما فيش اي دور رقابي من الدوله عليها بحسب قوانين الاتحاد الدولي وقوانين الفيفا. ولكن احنا في مصر عندنا دور رقابي. مين هو الدور الرقابي؟ الاعلام المحترم. الاعلام المحترم هو اللي هيشاور، والناس عارفه ان احنا الحمد لله ما عندناش اي اجنده. الاعلام المحترم هو اللي هيشاور على الايجابيات، وهو اللي هيشاور على السلبيات. وبنقول للمسؤولين احنا معاكم وفي ظهركم وبندعمكم وبنشاور لكم على اخطاء المسؤولين السابقين، ومنتظرين منكم رد فعل على الارض لانشاء مشروع خاص بتطوير الكره المصريه. وان لم يحدث فاحنا اول ناس هنهاجمكم. طيب عالمي، انا ليا و... سؤال لحضرتك. لو انت مم. موجود، انت موجود على مقعد المذيع وفعلا بتتكلم للصالح العام، ودي يعني تبقى شهاده مجروحه في حقك مني يعني. لو انت كاحمد حسام ميدو قاعد على كرسيك وبتتكلم على اجنده تقدر تساعد بيها القائمين على الكره المصريه بما لك من علاقات دوليه كبيره، تعمل ايه؟ والله احنا شفنا ان احنا لما بنحاول على الاقل ان احنا نرشح اسماء محترمه لبعض المناصب المهمه داخل الكره المصريه، شفنا ان هي اول حاجه ما بيتاخدش بيها، او تاني حاجه ان البعض للاسف حاول تجديدنا، رغم ان انا معايا سكرين شوتس من كل المحادثات ما بيني وما بين المدربين وما بيني وما بين المسؤولين السابقين وبعضهم حالي داخل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. لكن انا مش هطلع اطلع الكلام ده ليه؟ لان انا في الاخر الناس عارفه مين ميدو. الناس عارفه ان ميدو لما بيشتغل حاجه بيشتغل بحب، ده بحب حقيقي. للمكان، بحب لبلده، بحب لاصدقائه، دون النظر لاي دون النظر لاي اعتبارات، طالما ان احنا بنعمل حاجه لخدمه الكره المصريه. فانا السبب الرئيسي في ان انا تحدثت وتفاوضت مع بعض المدربين ومع بعض المديرين الرياضيين او المديرين الفنيين لاتحاد الكره من قبل، ان انا احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره طلب مني المساعده. طلب قال يا ميدو انت بالنتورك بتاعتك وعلاقاتك لو بالظبط. سمحت ساعدنا ان احنا نجيب كذا كذا. ولكن كان في جيم كبير جدا بيتلعب على حازم امام من قبل المهندس هاني ابو ريده ومن قبل احمد مجاهد، وهو نفسه حازم امام طلع في التلفزيون وفي الاعلام قال وهدد بالاستقاله، ان هو هيستقيل بسبب ان هم راحوا تعاقدوا مع اجيري دون علمه في الوقت اللي هو كان بيتفاوض مع مدربين اخرين. ولكن يعني فوجئنا دلوقتي ان الكلام بيتغير. ايه السبب ما نعرفش، لكن اليوتيوب موجود، كل حاجه موجوده. وكلنا شفنا ان تم تهميش حازم امام في مجلس اداره اتحاد الكره السابق، وتم التلاعب بيه، وهو من نفسه اعترف بالكلام ده، ان هو استخدموه ككوموفلاش، ان هو واستخدموا اسمه ونجوميته في ان هو يروح يتفاوض مع المدربين في الوقت اللي كان اتحاد الكره ما عندوش اي نيه في التعاقد مع اي اسم من الاسماء اللي كابتن حازم كان بيقعد معاه ساعتها. كابتن حازم طلع اعترف وقال الكلام ده بنفسه في التلفزيون.
ولكن انا شفت حديث ليه مع كابتن سيف، بيقول صديقي سيف يعني بيقول انا مش عارف ان ايه اللي جاب سيره الكلام ده دلوقتي، ان يعني ان 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 كان رينار كان متاح، ولكن المهندس هاني ابو ريده قال ان الراجل عنده عقد مع المغرب، عشان كده ما نقدرش ان احنا نتفاوض معاه. وحازم امام بصدقه اللي احنا كلنا عارفينه عنه، ما قدرش ان هو يكذب لما سيف زاهر ساله السؤال، فقال الحقيقه. بعض طبعا الاعلاميين خدوا الكلام وقال لك اصل شفت حازم وميدو وبتاع، لا ده بالعكس، ده حازم قال الحقيقه. حازم امام فضح هاني ابو ريده في حديثه مع صديقي سيف زاهر لما قال ايه؟ لما قال ان رينار كان جاهز، ايا كان بقى حازم ما رضاش يقول ميدو اللي رشحه لي او ميدو قال لي او خليل زيتش، مش هي دي القصه، مش هاخد جايزه عشان انا اللي رشحته لك، مش هي دي القصه. ولكن كابتن حازم نفسه قال في التلفزيون مع سيف، لو رجعتوا الكلام هو فضح هاني ابو ريده على فكره، قال ان رينار كان على استعداد، وخليل زيتش قال الكلام ده، وكان مستعد وحابب ان هو يدرب المنتخب المصري، ولكن هاني ابو ريده فضل مصلحته الشخصيه اللي هي علاقاته مع فوزي رجع على انه يتفاوض مع مدرب مستعد وقابل ان هو يفسخ عقده بالشرط الجزائي وان هو يدرب المنتخب من مصر. وهنا بالحديث انا ما بتكلمش على رينار مش احسن مدرب في العالم، بالعكس انا شايف ان فيكتوريا مدرب احسن من رينار من الناحيه الفنيه، وانا عارف فيكتوريا كويس جدا ولعبت ضده وانا مدرب في الوحده وهو كان مدرب في النصر، وذاكرته كويس جدا وعارف افكاره، وباكد لك ان مصر بتمتلك مدير فني مميز جدا. طب ولكن كيفيه الحفاظ على روي فيتوريا يا كابتن حسام احمد؟ ان هو يركز في عمله. لو خدت روي حبيبي، لو خدت روي فيكتوريا ونزلتوه قطاعات الناشئين بتاعت الانديه وشغلتوه بمهام غير مهامه الرئيسيه في اداره المنتخب الاول، هيفشل. لان في الاخر البني ادم لازم يركز في شغله بس. ممكن تستغل وجوده هو ميكالي ان هو يدي بعض الحصص وبعض الكوتشنج، يعني بعض الدروس او الكلاسز للمدربين في تطويرهم وتعليمهم، ولكن لازم ان هو يتفرغ للعمل كمدير فني للمنتخب الاول. تاني انا بتكلم في بعض النقاط وبعض الحاجات يا عباس اللي انا في وقتها لما بتكلم فيها الناس بتفتكر ان هي مش مهمه، ولكن الزمن بيثبت ان احنا ما بنضيعش دقيقه في البرنامج الا لما تكون هادفه وان هي تكون لمصلحه الكره المصريه. وبقول للمسؤولين في الاتحاد المصري كلهم اصدقاء اعزاء، وباكد الكلام ده كله، بقول لهم احنا منتظرين، احنا بندعمكم والغرض من كلامنا في الاساس هو ان انتوا تتحركوا. واخيرا حضرتك اذا كنت ما اشتركتش بالقناه فاشترك بالقناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت حضرتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.